مرات انا ما هذا شفتو يلاه فهمتو. لا انا شفتو، انا ما زعما ما بالنسبه لي انا نقدر نقول عادي. بالنسبه لي انا رايي الشخصي اللي ما عجبنيش فيه هو ديك الكونترات تشرك بهذيك الطريقه، ما يعني ما زويناش بالخضر وكذا هذا الماء. اما زعما غير هو غيخلق مشكل كبير في لي ريزو سوسيو. الناس اخرين اللي عندهم واحد التعصب كبير لفريق رجاء الرياضي واللي ما غيتقبلوش ديك الطريقه. علاش ما يقولوا الرجاء دابا ملي تقدموا شي لعاب كلاشيو مثلا قلبوا على الفرصه من وهنا فين هنا ملي كيتخلق المشكل. هاد الكلاشات الواقع ديالنا يعني الجمهور ديالنا ما مستعدش ليها باش انه يتقبلها بصدر رحب وبالضحك وبكذا. يعني هاد الكلاش كيعني بان غتكون فتنه وغتكون مشاكل بين الجماهير ديال الفريقين. حنا بالنسبه لنا اي حاجه تخلق مشكل سواء كانت من الجمهور ديال الرجاء ولا من الصفحه ديال الرجاء، سواء كانت من الجمهور ديال الوداد ولا الصفحه ديال الوداد، خصنا نبعدوا عليها ونعطيوها اتساع، خصوصا الصفحات الرسميه. الصفحات الرسميه راه كتقول الصفحه الرسميه مسؤول عليها رئيس الفريق، الصفحه الرسميه ديال الرجاء مسؤول عليها الزياد، 100% هذيك الصفحه الرسميه ديال الوداد مسؤول عليها ايتمنى. حتى ايتمنى بغيتها. بمعنى هاد جوج الناس خاص خصوصا الجانب انا نقولها باش نشرحها، خصوصا من ايتمنى. علاش؟ لان دابا شكون اللي رجع للرئاسه ديال الرجاء؟ جواد الزيات. وشكون اللي بدا المشكل ديال المشكل مع ايتمنى؟ هو جواد الزيات في الحقبه الاولى في لافير ديال بدر بانون. وبالتالي ما نتمناش ان جواد الزيات رجع ايتمنى يرجع للممارسات ديالو ولا التصريحات ديالو ولا الكلاشات ديالو وكذا. هذا البيريود تقريبا نقدر نقول 6 شهور ولا 7 شهور ايتمنى يعني اعلاميا كنحس بانه خدا واحد النضج لا نكمل. خدا واحد النضج في المعامله بالمقارنه مع السابق، فهمتي؟ بالمقارنه الظهور وكذا وكذا شفنا بانه بعد على ذيك الممارسات اللي كانت ديما كتخلق المشاكل مع الجماهير ديال الرجاء. فما نتمناش حين جواد زياد ترجع للرئاسه ديال الرجاء هو يرجع ويتذكر المشكل القديم ويبدا. نتمنى باش ان تكون صفحه جديده. حق كل صفحه انها تقدم الطريقه اللي بغات، ولكن في وضعنا حنا اللي كاينين فيه حنا ما محتاجينش الكلاش باش يكون مشكل لا بين جمهور الرجاء ولا جمهور. ما نقوموش من الطرفين بجوج، لا وداد لا رجاء لا غيرهم، لان حنا عارفين الوضع كيفاش داير وعارفين درجه الاحتقان كيفاش دايره، وعارفين بان تحول العنف من الملاعب للازقه ولاو يعني حرب عصابات بعيد استادون راه في المعارف وكتلقى المضاربه راه في البرنوطي وفي دار بوعزه وفي قريب المحمديه وفي كذا. بمعنى ما بقيناش كنتكلموا على صراع داخل الملعب، لان كنتكلموا على صراع عنف هو بين الترات، ولكن راه بحال قلتي صراع مدني بين جوج ديال العصابات. لان الاطرا فين كتكلم عليها الدور ديالها فين؟ في الملعب. ملي كتخرج من الملعب راه كتولي مواطن بحال باقي يعني المواطنين.